العيد ما يحلاش غير بطبق الممبار المقرمش ده. لو انتي من عشاق الممبار الفيديو ده ليكي، هنعمله في البيت بنظافة وبأسهل طريقة. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو ياريت ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت حلو، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. في حلة على النار هنزل بمعلقتين كبار من السمنة، وطبعا يفضل تكون سمنة بلدي. وبعد كده هنزل بشوية زيت علشان يدي لمعة حلوة للخلطة، وكمان الخلطة كده تتزحلق معانا واحنا بنحشي الممبار ويتحشي معانا بسهولة. أول بقى ما السمنة ساحت نزلت ببصلتين كبار متقطعين أو مفرومين في الكبة، وهبدأ إن أنا أقلبهم كده مع السمنة لحد ما يتشوحوا على النار ويتبلوا بالشكل ده. أنا عايزاه ياخد بس لون خفيف، ما تطوليش عليه علشان ما يتحرقش معاكي ويدي الخلطة كده طعم ممرر ومش حلو. يا دوبك يدبل وياخد لون بسيط بالشكل ده هننزل عليهم بنص كيلو من الطماطم مضروبين في الخلاط، وهبدأ إن أنا أنزلهم في المصفى وأصفيهم كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من معجون الطماطم علشان يدوا لون حلو للخلطة. يعني طبعا أنا واخدة بالمعلقة الكبيرة دي فنزلت بمعلقة واحدة، لكن انتي لو تنزلي بمعلقة الأكل العادية هتنزلي بمعلقتين كبار. نزلت كمان بمكعبين من مرقة الدجاج ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. أنا بحبش أكتر بهارات في خلطة المحشي عموما علشان يعني ما ضيعش طعم الخلطة. هي الخلطة كل ما كانت كده خفيفة البهارات كل ما كان طعمها أحلى، فأنا هكتفي بالبهارات اللي في المرقة والفلفل الأسود بس. طبعا احنا ما حطيناش ملح عشان احنا حاطين مرقة، وفي الآخر كده هنظبط الملح. لو حسينا إن احنا محتاجين ملح هنبقى نزود. طبعا في ناس كتير بتحب الممبار يبقى سبايسي، لكن اللي متابعني عارف إن أنا ما بحبش الشطة فمش هحط شطة، لكن لو انتي بتحبيه سبايسي ممكن تزودي رشة شطة بسيطة على حسب ذوقك. وهسيبها بقى على نار هادية لحد ما الصلصة تسبك وتوصل للشكل ده. هروح بقى أقطع الخضرة بتاعة الخلطة بتاعتنا. أنا مستخدمة حزمة من الكزبرة والبقدونس والشبت، قطعتهم بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل بيهم في الصلصة. أول ما انزلهم في الصلصة هيبقوا طبعا كتير، لكن أول ما اديهم تقلبتين كده هتلاقيهم دبلوا معايا واختلطوا مع الصلصة بالشكل ده. بعد كده هرش كده نص معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعة الصلصة. بعد ما تحطي الخضرة سيبيها كده 3 دقايق تغلي مع التسبيكة علشان الخضرة تشرب طعم التسبيكة، وفي نفس الوقت الخضرة تنزل الزيوت بتاعتها في التسبيكة والتسبيكة بتاعتي تبقى طعمها حلو. 3 دقايق بس، ما تكتريش اكتر من كده. طبعا انا مجهزة الرز بتاعي. انا غاسلة 4 كوبايات من الرز ومصفياهم كويس جدا. نزلت بيهم بقى على الخلطة بتاعتي وبدأت ان انا اقلبهم لحد ما الرز اختلط كويس جدا مع الخلطة. وكده الخلطة بتاعتي بقت جاهزة، والخلطة دي ممكن تعتمديها في أي نوع محشي. على فكرة الممبار هياخد نص الخلطة بس، وأنا حبيت إن أنا يعني أزود كمية الخلطة علشان هعمل محشي كمان جنب الممبار. بس لو انتي هتعملي ممبار بس ممكن تعملي نص الكمية. هسيب بقى الخلطة على جنب ونروح للممبار. الممبار بتاعي أنا منضفاه كويس جدا، منقوع في مية فيها ملح وفلفل أسود وشرايح من الليمون والدقيق. هسيبه منقوع في المية مش أقل من ساعتين علشان أشيل أي ريحة زفرة والممبار بتاعي يبقى نضيف. بقلبه على الناحية التانية، الناحية اللي فيها الدهون بتكون هي اللي جوه والناحية الناعمة هي اللي بتكون بره. بعد كده هبدأ أقص الممبار بتاعي يعني كامل على بعضه، فهتبدأي بقى تقصيه على الحجم اللي انت بتحبيه، ويفضل يعني تقصيه كده بأحجام متساوية على قد ما تقدري عشان يبقى شكله حلو. وبعد كده هبدأ بقى أحشيه بالخلطة اللي احنا عملناها. حشو الممبار سهل جدا. بمسك قطعة الممبار وأبدأ أفتحها بصباعين الاتنين وبإيدي التانية أحشيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده أبدأ إن أنا أوزع الخلطة جوه الممبار بحيث إن أنا أخليه يعني مفرغ كده ومبطط بالشكل ده علشان ما يفرقعش مني لما اسلقه. ونخلي كمان الطرفين بتوع الممبار فاضيين عشان لما الرز ينفش معايا ما يوقعش جوه المية اللي أنا بسلق فيها. هنعمل مع بعض واحدة كمان. هنفتح كده الممبراية بصباعنا الاتنين وبإيد التانية أبدأ أحشيه، وبعد كده أوزع الخلطة وأسيب كده الممبار مبطط كده ومفرغ. ومن الحاجات المهمة اللي انت لازم تعمليها ان انت ما تمليش الممبار على الآخر عشان ما يفرقعش منك. ونتأكد كمان ان الطرفين بتوع الممبار فاضيين ومفهومش رز علشان ما هدرش الخلطة بتاعتي وتقع مني في المية على الفاضي. وبس كده هنا انا خلصت كل كمية الممبار بتاعتي. هروح بقى في حلة على النار فيها مية، هنزل ببصلاية كبيرة، طماطماية كبيرة، جزراية مقطعاهم طبعا علشان طعمهم كده ينزل في المية.
ومستخدمة كمان ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وعود من القرفة. عود القرفة ده يشيل اي ريحة زفارة. وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الملح، اديها تقليبة كده عشان تدوب في المية. ولازم قبل ما تنزلي بالممبار في المية تتأكدي ان المية غلت تماما علشان الممبار يمسك نفسه والطروف بتاعته تقفل معاكي. بعد بقى ما ننزل بكل كمية الممبار هغطي الحلة بتاعتي واوطي النار واسيبه لحد ما يستوي تماما. هياخد معايا تقريبا ساعة على نار هادية، وبعد كده هيبقى جاهز معايا. هبدأ بقى ان انا اطلعه بالشكل ده ونروح بقى علشان نحمره. في طاسة على النار هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت. اول ما السمنة تسيح هبدأ بقى ان انا انزل بالممبار، هسيبه كده يتحمر في السمنة. ويا سلام كمان لو كانت سمنة بلدي. ولو مش عايزة السمنة تطرطش معاكي وتبهدل الدنيا ممكن ترشي فيها كده شوية ملح بسيطة. هبدأ بقى انزل بقطع الممبار، واول ما تاخد لون هبدأ اقلبها على الناحية التانية، واول ما تاخد لون من ناحيتين هطلعها وكده هتبقى جاهزة معايا زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى بجد لونه خطير، ريحته تجنن. زينته كده بقى بشوية من البقدونس، وكده الطبق بتاعي بقى جاهز. ومفيش عيد يخلى من طبق الممبار ده. وكل سنة وانتوا طيبين، واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.